عن خلقا وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنت الآن واقع في نفس المشكلة التي أنت تلوم بها نبيل، وأنتم ماسكين لي هذا ورايحين على هذا، وأنت رايح لي في المعارك القديمة وبني هلال وبني مدري إيش. إذا هو بموازينك فلنطوي التاريخ، نغلقه. حتى التاريخ الذي جاء في القرآن الكريم ما فيش داعي يعني من العبث اليوم يأتوا مشايخنا الكرام يخبرونا عن موسى وعيسى وإبراهيم. المفروض نصنع صواريخ، ما نتكلمش عن الجبة اليمانية التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أهداها لامرؤ القيس وشيء من هذا القبيل. إذا كان بموازينك هكذا فأنت أصلا وتخصصك نفسه لا قيمة له. ترد على هذا الكلام بعد أن تبين لي إذا كنت قلتها في نبيل الهرباز فتقدم لأخيك الاعتذار بكل شجاعة، وأنا أعرفك شجاع. السلام عليكم مجددا أخي أسعد. أولا أخي أسعد، عندما قلت وجه الحريرة قصدت بها كل من خاض في موضوع الحريرة، ولم أقصد بها نبيل شخصيا. وإذا أحس نبيل أو أحس أحد المتابعين على أنني قصدت بها نبيل فأنا أعتذر إليه وأقبل رأسه في حضراتكم، وأنا يعني أتأسف إذا كان قد بدر مني هذا الشيء، وأن البعض أحس على أنني ربما قصدت نبيل بهذه المسألة. أشكرك. لا عموما. نعود أخي أسعد، قلت على أنني من منظوري أو من منطقي الذي يدعو إلى التطور وإلى امتلاك تكنولوجيا وما إلى ذلك أتناقض في اهتمامي بالتاريخ. طيب أخي أسعد، أولا عبد ربي قلت لك على أنني مهندس كهربائي وأنني لم أدرس حتى الآداب. أنا منذ أنا أخذت شهادة الإعدادي وأنا في الثانوية التقنية بجابر بن حيان هندسة كهربائية إلى أن أخذت دبلوم الهندسة في الكهرباء، وبالتالي أنا لست أصلا ذو مرجعية أدبية أو تاريخية، ولكن التاريخ هو هوايتي وأنا قارئ نهم للتاريخ. هذه أولا. ثانيا أخي الكريم، عندما أفتخر بالتاريخ أنا لا أفتخر بالأكل ولا أفتخر بالقفطان، إنما أفتخر بالأفعال أسد. كما قال لسان الدين بن الخطيب: العرب لا تفتخر بقصر يبنى أو الذهب يجمع، ولكن تفتخر بالأفعال وبما قامت به. أفتخر بالفتوحات الأموية، أفتخر بالمعارك المغربية في الأندلس، أفتخر بأمجد الأجداد، أفتخر أنه كان عندنا خليفة مغربي جاء ملك إسبانيا وقبل يده وقال لهم: أحضروا لي الماء لكي أغسل يدي. هذا هو الذي أفتخر به، ولا أفتخر بالأكل وبالشرب وما إلى ذلك، أفتخر بالأفعال. أنت قبل قليل قلت مثل، قلت كأنك أبو زيد مغزيج، صحيح؟ وأنا أفتخر أن أبو زيد الهلالي هو من قبيلة بنو هلال، وأفتخر بالغزوات التي قام بها بنو هلال، ولا أفتخر بأن بنو هلال كانوا يأكلون الصوبة أو كانوا يأكلون التريد أو كانوا يأكلون الشطراء أو التقلية التي احتقرتها الأخت قبل قليل. هذا مشكلة. أنت لا تركز على الأكل. أنا أفتخر ما أنا أكل تقلية، الله يهديك. إحنا شرحنا حتى أنا أكلتها والله لذيذة جدا، كان بديها بزاف. تقلية حلوة جدا، أكلتها في عيد الفطر ما قبل عام. أكلتها في الدار البيضاء عند عائلة محترمة الله يذكرهم بالخير. لكن أنت ركزت على الأكل، خليك من الأكل يا أخي. أنت تفكر بطنك. أنا أجيب أنا في معرض الإجابة. ربما أنك لا، أنا عندي سؤال في معرض الإجابة. دابا عندما يأتي ملك المغرب الحالي، خلينا في الحالي شفاه الله وعافاه، وهو يحرص على أن يرتدي ذلك الزي المغربي الذي يعكس تاريخ وهوية البلاد. هنا نقول أنه يتفاخر بلا شيء، لا يوجد أفعال. الرجل يلبس خرقة، هي خرقة يعني لا قيمة. أنا مثلا من الأشياء التي تعجبني في هذا الملك تحديدا، على الملك الحسن الثاني كان يلبس. الملك محمد السادس في الفترة الأخيرة لا يلبس إلا القفطان المغربي، وكما قالت مريم بأيادي مغربية وبقماش مغربي ونسج بأصابع وأنامل مغربية، والطربوش كله شكله، الجدران في قصره كلها مغربية. هل هذا نوع من أنواع التباهي الذي ليس له قيمة لأنه لا يوجد أفعال، ولا كيف؟ هل شاهدت يوما على أن ملك المغرب وهو يرتدي ذلك الزي المغربي يسخر أو يسب شخص آخر من دولة أخرى يرتدي الجلباب؟ الجزائريين يلبسون الجلباب. هل ملك المغرب عندما يلبس جلبابه أو يسكن في قصره المزخرف بالزليج بلدي تجده يتهكم على قصر المشوار مثلا في شمسان؟ لا يفعل ذلك. أنا أقول لكل حق في أن يفعل. مريم الميكروفون مفتوح يا مريم. يا أسد، أيوة. لكل الاحق في الافتخار بزيه، هذا زينا وهذا زي أجدادنا، ولكن هذا لا يدعونا إلى سب الناس. لا أنت قبل قليل أنت قلت لحظة قبل قليل أصبر. أنت قبل قليل قلت أنا لا أتباهى لا بالأكل ولا باللبس ولا بالشيء، أنا أتباهى بالأفعال. أنا شخصيا
انا شخصيتي هكذا يا اسد، انا شخصيتي انا انسان منطقي وعقلاني. انا طيب ملك البلاد يا ملك البلاد عندكم يتباهى بلبسه وعراقة لبسه. كحول الملوك يا اسد، والجلباب الذي يرتديه طيب اذا بمنظارك انت لا معنى لها لانها ليست افعال. اسد والمخير اللي كيدار هنا على الزليج البلد، عرفتي الزليج البلدي يا اسد راه المتر كاري المتر المربع ب 20,000 درهم. المخير الذي هنا ينافر على الزليج البلدي عنده سيراميك ديال 12 ملم. نكونوا واقعيين اسد. انا كنقول لك على ان شي ناس اللي عندهم زليج بلدي والله ما مسالين لهذا الشيء، قسما بالله العظيم. راه اللي ساكن في قرطمه في الضحى هو اللي عنده المشكله هذا اخي اسد. انا نزيدك اخي اسد من وشوف ازيدك من البيشي شعره. الاخت عندما تحدثت عن هولندا تفتخر بالجبن، وهل سمعنا يوما ان هولندا من الشعر بيتا؟ تزيدني من الشعر بيتا. هل سمعنا ان الهولنديين خرجوا يسبون الفرنسيين او الامريكيين لانهم كذلك يصنعون الجبن؟ من سب من يا اخي؟ يا اخي على من تدعي؟ من سب من؟ يا اسد الاخت يا اخي جماعتك لا يسبون، انتم تسبون. يا اسد هناك مغاربه الان يسبون الجزائريين، لان الجزائريين مثلا يقولون جلباب مثلا جزائري وعندهم جلباب ديالهم جزائري. كاين جلباب يصنع من وبر الجمل، هذا لا يصنع. يا اخي اخوالك جزائريين يا اخي ولا شيء؟ يا اسد انا رجل حقاني يا اسد. انا كنقول شوف شتي انا الوالد ديالي غلط في العربيه، كنقول له الوالد غلط شي درتي لافوت نشد فيه، ما كاينش عندي المشكل. انا انسان حقاني يا اسد وما عنديش مع اللف والدوران. زيك حاجه اخرى اخي اسد. الاخت عندما تحدثت عن الحسن الثاني رحمه الله وانه كان يدعو الى الرقي بالتراث، نعم، ولكن الحسن الثاني اليوم خلى لنا السدود، ما هو اهم من ذلك الشيء، خلى لنا السدود التي اليوم تروي عطشنا وتسقي فلاحتنا وتجعلنا نصدر الخضر والفواكه لاوروبا. انا كنتحدث عن الانجازات العمليه، الانجازات التي سنستفيد منها، الانجازات التي ستجعلنا مكانا بين الامم العظيمه. ما يمنعش يا اخي، ما يمنعش. هي ضربت لك مريم مثال هو بس اسد. انا كنضرب لا ما يمنعش دابا بالله الا لابس جلابه دابا، انا كنضرب معك ولابس جلابه، ولكن واش انني عرفت هذا الجلباب يبان لي جزائري لابس جلباب نوض نسبو نقول له هذا لابس جلباب مغربي حط الجلباب؟ لا ما تسبوا تقول له لما ياتي يريد ان يسرق منك ما هو لك قل له لا تسرق، بس هذا كل ما في الامر. اي سب ما في سب. احنا اخويا اسد انا السرقه عندي، شوف السرقه عندي هي المال والبلاد والولاد، شي حاجه اخرى ما عنديش مشكل. تاريخ نعم، تاريخ لا يسرق، ولكن لا يسرق، والله يسرق. نجيبهم بالمصادر. الان اذا جدك اذا جاء لك هذا الاخ الموريتاني وسرق منك جدك ابو زيد الهلالي هذا وما ادري من هذا بني هلال، فليأتي بحجته. كيف ستعتبره اذا سرق منك جدك وتاريخه؟ فليأتي بحجته. انا شخصيا كانت لي مناظرات مع المرابطين مع الموريتانيين حول موضوع المرابطين، جئت بحجتي وجاءوا بحجتهم بكل احترام. طيب يعني هم مريم ذكرت لك اليابان، انت الان شوف كأنك تقول اتركوا هذول وتطوروا علميا. ما ينفعش يا اخي انك تحافظ على هويتك كالياباني كما ذكرت لك. الياباني ما زال الى حد الان من اكثر الدول تعقيدا في البروتوكول التاريخي، وفي نفس الوقت اليابان وما ادراك ما اليابان. يعني ضروري تتخلى عن تاريخك وموروثك عشان تتطور؟ طيب اخي اسد، الدول الافريقيه كينيا مثلا اليس لديها تراث افريقي؟ هل شاهدت تلك الرقصات وتلك الحلي وتلك الرماح التي اولئك الذين ينطون في السماء الى 3 أمتار، القبائل الكينيه وما الى ذلك ليس له قيمه. ما جعل لليابان